من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم إن الإنسان عندما يخلق يكون 40 يوما نطفة في بطن أمه من الرجل والمرأة، ثم يكون 40 يوما مضغة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون عظاما، ثم ننشزها لحما. من الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء العظيم قبل 1400 سنة؟ ممكن جواب مقنع؟ حياك يا عزيزي. ما بش هات لي الآية. أنا ما قد سمعت شيء بهذه الآية. أنا قد سمعت الآية الذي خلقنا علقة ثم مضغة ثم كسونا العظام لحما. هذه الآية أنا اللي جبت قلت لك الحديث. عليها أنا جبت لك الحديث حديث وفي ولا آية على آية؟ ما قلت. ما هو أنا جبت لك الحديث، لم أحفظ الآية بالضبط، ولكن في حديث ينص هذا الشيء. ما هو جوابك؟ ومن الذي أخبر على محمد العموم صلى يا الله عليه عزيزي، وسلم؟ من يا الذي أخبر الرسول صلى الله عليه حبيبنا، وسلم قبل 1400 سنة؟ وضح غلط. طيب. نعم. آه، يا في واحد فاتح المايك، ما أنا عارف من هو. غيرك. صمت يا عمار، صمت يا عمار، في ضجة من عندك. يا شباب حاولوا لا يطلع الواحد إلا هو الجو عنده هذا، يعني لا اللي عنده وشيش ولا شيء. شوف يا عزيزي عمار، هناك الكثير من الأحاديث والآيات القرآنية يزعم زغلول النجار وعبد المجيد الزنداني أن فيها وغيرهم أن فيها إعجاز علمي. ما بش حاجة في الدين اسمها إعجاز علمي، لأن العلم مختلف والدين مختلف. لغة العلم مختلفة وواضحة ومحددة، ولغة الدين ومصطلحات الدين فضفاضة مطاطة يمكن أن تقولي بها كيفما تشاء. والدليل أن القرآن له مئات إن لم يكن آلاف التفاسير، وبالتالي لا يصح ربط شيء ألفاظه واسعة يمكن تحريف المعنى فيها كيفما يشاء الإنسان بلغة العلم الواضحة والصريحة. هذا جانب. الجانب الثاني، هذه القصص اللي بيقولوا عليها إعجاز هو حديث قاله الزنداني، قاله زغلول، قاله غيره، لم يصدر عن أي مؤسسة علمية طبية. عندما تأتي أنت لي بتقرير طبي أو بحث صادر من جامعة حتى إسلامية، ما بقول لك جامعة عند الكفار على أساس لا تقولوا هم رافضين ديننا والمؤامرة، من كلية الطب في جامعة الأزهر أو جامعة أو كلية قصر العيني أو في السعودية، المهم إني جامعة أكاديمية طبية تعمل بحث علمي، يقدم واحد رسالة ماجستير أو دكتوراه يؤكد ارتباط هذه الآية القرآنية بما اكتشفوه، عندها تعال حاججني. لكن لا تحاججني بكلام دراويش دين معاتيه دين بيقول لك انه هذا اكتشاف علمي وما اكتشاف علمي. طالما ربطوه بشيء طبي، يعني بالله عليكم 2 مليار مسلم، فيهم يمكن عشرات الملايين من الأطباء، ولا واحد منهم عمل بحث في قدمه الجامعة وأخذ ماجستير، مع أنه بيبحث أحيانا جزء من القسوة حق الكلية ويعملوا رسالة ماجستير في كيفية تفتيتها. طيب أمامكم كثير من الأحاديث والآيات اللي بتتحدث عن الطب وعن تكوين الجنين. ليش ما حد عمل بحث في واحدة من هؤلاء وتقدم وأخذ رسالة الماجستير؟ ليش هذا الكلام كله دائر في الوسط حق الدروشة والدعوة بس؟ اسأل نفسك هذا السؤال. تفضل. شكرا لك يا عمار، شكرا لك. الأخ طه